السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذي تلاميذ الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد lesson 5 and 6. طبعا دول آخر درسين في unit 1، يعني الوحدة الأولى، وبكده يا سنة تالتة إعدادي نكون خلصنا إن شاء الله unit 1. انتظروا الفيديو القادم إن شاء الله، هيكون حل على اختبار الوحدة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ طبعا ناخد lesson 5 and lesson 6. عندي هنبدأ طبعا lesson 5 دائما بيكون let's talk، يلا نتحدث. lesson 6 this is me، يعني هذا أنا. هنبدأ ناخد الفوكابيولاري يعني المترادفات. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ناخد أول كلمة honesty. honesty يعني الأمانة. honesty honesty. trusted 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 يعني محل ثقة أو موثوق به. choice 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 اختيار، والإن طبعا يعني الكلمة دي noun يعني اسم. face face إذا جتني فعل معناها يواجه، وإذا جاني noun معناه وجه. face. experience 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 experience. دايما بقول لتلاميذي جزأوا الكلمة عشان نعرف ننطقها صح، وسهل عليا في السبيلينج وانا بتملى. طيب experience يعني تجربة او خبرة. طيب عندي responsibility 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 يعني مسؤولية. responsibility. supportive supportive يعني داعم أو مساند. supportive. notice notice يعني يلاحظ. notice. هنقرأهم قراءة سريعة. honesty الاتش طبعا silent، بتكتب ولا تنطق. honesty الأمانة. honesty honesty. trusted trusted. choice. face. experience. responsibility. supportive. notice. هنبدأ نحل طبعا التمرينات البسيطة دي. number 1 the team. كلمة the team طبعا يعني الفريق. ثواني بس هبري القلم. The team has to. الفريق مضطر إلى نقط many challenges before the competition. قبل السباق أو المسابقة. competition يعني المسابقة. challenges طبعا يعني تحديات. يبقى إيه مضطر إن هو face يواجه. face يعني يواجه. number 2 here نقط made everyone trust here. here إيه بقى؟ here honesty أمانتها. يبقى أمانتها جعلت الجميع trust here يعني يثق بها. number 3 my parents are not they always encourage me. دائما بيشجعوني وهم ايه supportive بيدعموني. supportive يعني يدعم. نبدأ نقرأ الجزء الثاني من الكلمات. support يدعم أو يسافر، ده معناه طبعا ده الفيرب الفعل. support support. improve يتحسن. improve. accepted accepted مقبول. accepted. eye contact eye contact يعني التواصل بالنظر. eye contact. accept يوافق، يبقى دي accepted دي الادجكتيف يعني الصفة، وده accept الفيرب يعني الفعل اللي هو يوافق.
body language هي لغة الجسد. يعني إيه body language؟ يعني لغة الجسد، يعني التعبيرات اللي بتطرأ مني بتعرفني. يعني مثلا ممكن الواحد ما يتكلمش لكن يعمل حركة كده بوشه أعرف إن هو إيه، إن هو رافض أو إنه راضي، وهكذا. يبقى البادي لانجوج هي لغة الجسد، يعني التعبيرات اللي بيعملها الجسم الاستجابة على بعض المواقف اللي بعرف من خلالها ردة فعل الشخص ده إيه. body language. copy ينسخ أو يقلد. copy. focus يعني يركز على. positive إيجابي. special خاص أو مميز. special. هنقرأهم قراءة سريعة مع بعض. support improve accepted eye contact accept body language copy focus positive special. هنقرأ آخر جزء من الكلمات. طبعا عندي caring مهتم أو لطيف. caring جاية من كلمة إيه؟ من كلمة care اللي هي اهتمام. classmate زميل للفصل. زميل الفصل يعني صاحبي اللي هو معايا في الفصل. journalist يعني صحفي. absent شخص غائب. absent. movie يعني فيلم. movie. fairness العدل أو المساواة. fairness. task يعني مهمة. task. brave indifferent غير مهتم أو لا مبالي. trust يثق أو ثقة. نقرأهم تاني مع بعض. caring classmate journalist absent movie fairness task brave indifferent trust. هننتقل للصفحة اللي بعديها، صفحة 53. عندي الجزء الأول من الصفحة طبعا هو الكوليكشنز يعني المتلازمات اللفظية، كلمات بتيجي مع بعض. build trust يبني ثقة أو يكون ثقة. build self respect يبني احترام الذات. have experience لديه خبرات أو تجارب. have experience. show strength أو show respect يظهر القوة أو يظهر الاحترام. face challenges يواجه يواجه التحديات. make a difference يصنع فارقا أو يصنع اختلافا. make changes يصنع تغيرات. feel confident يشعر بالثقة. feel accepted يشعر إنه مقبول من الآخرين. accept differences يتقبل الاختلاف. accept differences. accept weakness يتقبل نقاط الضعف. هنتنقل للجزء اللي بعد كده تالتة إعدادي، السينونيم والأنتونيم. عندي كلمة personal يعني شخصي بتساوي كلمة private يعني شيء خاص، والعكس طبعا public يعني عام. accept يقبل بتساوي agree، والعكس refuse أو disagree. improve يحسن. develop برضو يحسن، العكس damage أو harm يتلف أو يضر. supportive بتساوي helpful encouraging، والعكس unsupportive أو unhelpful. trust يثق بتساوي believe، والعكس distrust يعني يفقد الثقة. عندي الجزء اللي بعدين هو جزء البريفكس والسفكس، هي المقاطع اللي بتجيني قبل الجملة أو في قبل الكلمة أو في نهاية الكلمة بتحدد لي أو بتغير لي معناها. support لو هنحط لها المقطع IVE بتتحول لي من الفعل إلى الصفة هتبقى support، هتبقى supportive. honest هحط لها المقطع Y هتتحول لي من الصفة للاسم هتبقى honesty الأمانة. read هحط لها المقطع ER هتبقى تتحول من الاسم فعل تبقى reader يعني شخص قارئ.
care يهتم، هنحط لها المقطع ing يتكون من الصفة من الفعل، هتبقى caring يعني مهتم. responsible شخص مسؤول، هنحط لها المقطع ity هتتحول ل responsibility يعني المسؤولية. تصريف الأفعال عندي understand understood understand يعني يفهم طبعا. teach يعلم taught. هنتنقل لصفحة 54. طبعا صفحة 54 هي أو ملخص للريدنج، فأنا طبعا هنقرأ الريدنج على طول مع بعضنا أو الليسننج هنقرأه على طول مع بعضنا في صفحة 55. طبعا عندي reading and listening. طبعا دي فقرة reading يعني قراءة. أوكي، بقول العنوان إيه؟ respecting personal identity احترام الهوية الشخصية. احترام الهوية الشخصية. الحوار أو الكونفرزيشن دي ما بين هالة وما بين عمر. بتقول له إيه؟ بتقول له هاي عمر، have you ever learned about personal identity؟ مرحبا يا عمر، هل عمرك قبل كده تعلمت شيء عن الهوية الشخصية؟ عمر قال لها yes نعم I have. I've learned that everyone is different and special in their own way. أنا تعلمت إن كل شخص مختلف عن الآخر بطريقة معينة أو بطريقة تخصه هو كشخص معين. قالت له that's right، هذا كلام صحيح. I've gone through a lot of self-discovery. أنا مشيت كتير جدا في استكشاف الذات this year، هذه السنة أو هذا العام. It has helped me feel more confident. ساعدني جدا إن أنا أكون شخص more confident يعني أكثر ثقة بالنفس. عمر قال لها that's great، هذا عظيم. I've also started to feel more confident. وأنا برضو حصلت على الكثير من الثقة. I think my self-respect has improved because I've learned to accept myself. قال لها أنا بعتقد إن السيلف ريسبكت يعني احترام الذات improved تحسن عندي لأني تعلمت إزاي أقبل نفسي أو أقبل ذاتي. هلا قالت له me too، أنا أيضا. I've noticed that people have faced challenges in a positive way, have shown a lot of strength. بتقول إن أنا برضو لاحظت إن الناس بتواجه التحديات in a positive way بطريقة إيجابية. showing a lot of strength طبعا يعني القوة بطريقة توضح الكثير من القوة. عمر قال لها yes نعم. and many students have been helping my teacher who supports them. والعديد من التلاميذ بيساعدوا المدرسين اللي بيساعدوهم أو بيدعموهم. A lot of good changes have been made in our school. العديد من changes يعني التغيرات حصلت في our school مدرستنا. I agree، أنا موافقة جدا. I've also seen how important it is to act with honesty. وأنا عرفت أو شفت إزاي أهمية أو من المهم جدا إن احنا نظهر الأونستي الأمانة. When someone has stayed true to who they are، لما شخص يبين أو يظل حقيقي ويبين هو مين. People respect them، الناس بتبدأ طبعا تحترمه. That's true، هذا كلام صحيح. Respecting personal identity mean understanding. احترام الهوية الشخصية بيعني فهم أو الفهم. That we all have different experience، إن احنا لدينا تجارب مختلفة عن بعضنا البعض. هل قالت له exactly بالضبط. When people feel accepted، لما الناس فعلا بتظهر إنها مقبولة. Their confidence grow، بتنمو عندهم الثقة في النفس.
That's why ولهذا it's important to always be kind and supportive. من المهم جدا إن احنا نظل طبعا عطوفين وكمان داعمين. عندي المحادثة اللي تحت سريعا كده، طبعا ما بين student A و student B. Hi, you look happy today. باين عليك النهاردة إنك فرحان. قال له yes, I have learned something new about myself. أنا تعلمت حاجة جديدة عن نفسي. That's cool. هذا كلام جميل. What did you learn? ماذا تعلمت؟ I've learned that I know how to be good أو how to be different and strong. أنا تعلمت إزاي أكون شخص مختلف وكمان شخص قوي. That's great. That's great يعني هذا رائع. You have shown a lot of strengths. أنت فعلا أظهرت الكثير من القوة. Thank you. شكرا لك. I feel more confident now. أنا أشعر بالثقة الكثيرة الآن أو أكثر ثقة الآن. I can't see that. أنا ممكن أشوف ده أو واضح ده. You always have good self-respect. دائما وأنت لديك احترام لذاتك. And I always try to act with honesty. ودائما بحاول إني أظل شخص honesty أمين أو لدي الأمانة. That's really important. إنه مهم جدا. I am super happy for you. أنا فرحان جدا جدا ليك. وبكده نكون خلصنا صفحة 55. هنقلب لصفحة 56. عندي طبعا صفحة 56 What I stand for. طبعا عندي topic sentence يعني الجملة الرئيسية. I stand for kindness, honesty and responsibility and these values have shaped my personal identity. بقول أنا بمثل أو أمثل الطيبة والأمانة والمسؤولية، وكل هؤلاء الvalues يعني القيم have shaped يعني شكلت شخصيتي. explanation هنبدأ بقى نشرح التوبك سنتنس دي. طبعا التوبك يعني هي هتقول لي أنا هعمل إيه وإيه وإيه. الإكسبلانيشن يعني الشرح هيوضح لي بقى هنشرح إزاي. I believed that showing respect and being caring have helped me build trust. أنا بؤمن أو أعتقد إن الاحترام والاهتمام have helped me build trust with others. ساعدتني أبني الثقة مع الآخرين. These actions have also shown that I value fairness. كل هذه الأفعال وضحت لي I value fairness إن أنا بقدر العدالة. In my daily choice في اختياراتي اليومية. Evidence أو examples. Evidence طبعا يعني الدليل وexamples أمثلة. For example على سبيل المثال. على سبيل المثال I've helped my classmates with their work. أنا بساعد أصدقائي بالعمل بتاعهم. And I have shared my notes with friends who have been absent. وكمان الملاحظات اللي باخدها بديها للتلاميذ اللي غايبين أو زملائي اللي غايبين. I have been trusted by my teachers. وأنا كمان حصلت على ثقة معلميني. Because I have always completed my tasks honestly. لأن أنا دايما بعمل المهام بتاعتي بأمانة. Many experiences have taught me that being brave. العديد من التجارب وضحت لي إن أنا لما أبقى brave يعني شخص شجاع and kind وعطوف can make a difference in people's life. ده هيصنع اختلاف في حياة الناس. ending sentence الجملة الختامية. ده يعني بيقول لي اعمل ايه. الباراجراف بيتكون من ايه. عندي topic sentence بتكون شاملة
عندي explanation ببدأ أشرح في التوبك sentence وبدي عليها evidence و examples يعني أمثلة وأدلة، وبعدين بختم خالص بالending sentence يعني الجملة الختامية. These actions كل الحاجات دي اللي بعملها and the choices والاختيارات have been important in my life مهمة جدا في حياتي and they have shown that kindness and honesty وبيورونا إن الكايندنس الطيبة والأمانة are strong parts of my identity هي أجزاء قوية في هويتي. عندي طبعا الجنرال نوتس يعني الملاحظات العامة. عندي كاركتر يعني طبعا شخصية، الصفات الدائمة في الشخصية. confident is a part of his character يعني الثقة في النفس هي جزء من شخصيته. وكمان عندي شخصية في قصة أو مسرحية هو the main character بيقول لي مين هي الشخصية الرئيسية في العمل الفلاني أو في المسرحية الفلانية. طيب عندي الفرق ما بين fair و fairness. fair لو جاتني adjective أو noun معناها عادل أو سوق أو معرض، يعني عادل صفة شخص بيعدل. ويقول have fair chances to show يعني لدينا كلنا فرص عادلة عشان show our ideas at school عشان نعرض أفكارنا في المدرسة. رحمة went to Cairo International Book Fair يعني ذهبت إلى معرض القاهرة الدولي and enjoyed being there واستمتعت إن هي قاعدة هناك. طيب fairness يعني العدالة، ده الاسم بقى النون. I value fairness in my daily life يعني أنا بقدر العدالة في يومي في حياتي اليومية. عندي الفرق ما بين super و extremely هما الاتنين بيساووا بعض طبعا يعني شيء للغاية جدا جدا. علي felt super happy يعني علي كان شعر بالفرح جدا 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 when he came first at test لما جاب الأول في الامتحان. طبعا لو وصلتوا هنا في الفيديو بتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك على الفيديو عشان يوصلكم كل جديد يا تالتة إعدادي، ولو عجبكم الشرح شيروا الفيديو واشتركوا في القناة. طبعا important expressions and prepositions يعني تعبيرات وحروف جر. receive actions يتعرض لسلوك in their own way بطريقتهم الخاصة in their own way. stand for يرمز إلى أو يدافع عن أو يؤيد stand for. overcome situation يتغلب على المواقف stay true to يظل وافيا أو مخلصا له. carry out a task يعني ينفذ أو ينجز مهمة. act with honesty يتصرف بأمانة. be yourself كن على طبيعتك. part of يعني جزء من. important for مهم له. focus on strengths يعني يركز على نقاط القوة. هنتنقل لصفحة طبعا 57 وهي صفحة خاصة بالحل. طبعا عندي في صفحة 57 14 سؤال هنحل معاهم أو هنحلهم مع بعض. عندي number 1 you should get information from a نقط ويب سايت. يجب عليك إنك تحصل على المعلومات من ويب سايت. طبعا trusted ويب سايت يعني موقع تثق به. number 2 parents take full نقط for caring for their children take for responsibility يتحملوا المسؤولية الكاملة للاعتناء بأطفالهم. البيرنتس يعني يعني الوالدين. number 3 you must attend your exam tomorrow and you have no other choice. يجب إنك تحضر الامتحان بتاعك بكرة and you have no other choice ليس لديك أي اختيار آخر. number 4 working in a team give me valuable العمل في الفريق بيديني a valuable what طبعا experience يعني خبرة. number 5
My best friend is always not when I have a problem. صديقي دائما إيه لما بيكون عندي مشكلة. طبعا supportive هو داعم بيدعمني. Number 6. I think my self-respect has improved. بعتقد إن احترام الذاتي تحسن. This means it gets. هذا يعني إن هو gets better طبعا للأفضل. Number 7. Showing respect and being caring have helped me not trust with others. Build trust يعني يبني الثقة مع الآخرين. Have you ever tried to not a change in your school or community? طبعا make a change يعني يعمل اختلاف. make a change. Number 9. We add not to responsible to get the noun. عشان نخلي responsible noun هنحط لها responsibility المسؤولية. We add the suffix to the end honest to change into the noun عشان نخليها اسم. كلمة honest هتبقى honesty الأمانة. Number 11. He agreed to attend my wedding party. This means he not my invention. هو وافق إن هو يحضر wedding party يعني حفل الزفاف. This mean he. هذا يعني إن هو accepted يعني وافق على الانفيتيشن. يعني إيه invitation يا تالتة إعدادي؟ يعني الدعوة. Number 12. He has many options for the new job. لديه خيارات جديدة للوظيفة الجديدة. The word options كلمة options اللي هي الاختيارات is similar in meaning في نفس معنى كلمة choices يعني اختيارات. Number 13. He not a lot of experience after spending 10 years abroad. He has a lot of experience يعني امتلك الكثير من الخبرة لما قضى 10 سنوات في الخارج. abroad يعني في الخارج. Number 14 وآخر سؤال معنا في صفحة 57. To live peacefully عشان تعيش بأمان. We should know differences. We should accept. عشان نعيش بأمان لازم نتقبل differences يعني الاختلافات. هنقلب الصفحة. Number 15 طبعا صفحة 58. A good student should always not respect to their teacher and parents. التلميذ الجيد لازم يظهر الاحترام لمين والمين؟ للتيتشرز المعلمين وكمان البيرنتس. طبعا show respect يعني يظهر الاهتمام. Number 16. People not respect when they believe in their own abilities. People self-respect when they believe in their build their respect بيبنوا احترامهم لذاتهم لما طبعا بيؤمنوا abilities يعني قدراتهم. Number 17. The synonym of supportive is. معنى كلمة supportive اللي بتساويها المرادف بتاعها هي طبعا encouraging يعني تشجيع. واحد بيدعم التاني بيشجع. هما الاتنين نفس المعنى. The antonym of accept is. عكس كلمة accept هو طبعا واحد بيوافق التاني refuse يرفض. Number 19. Adding the suffix not forms the adjective of care. caring عشان نخلي الاسم care الاسم caring يعني عطوف أو مهتم. Number 20 والأخيرة طبعا. The words improve and develop are. كلمة improve يحسن و develop
يدعم أو يحسن، الاتنين إيه سينونيم طبعا مترادفات، هما الاتنين ليهم نفس المعنى. وبكده يا تالتة إعدادي نكون خلصنا فيديو النهاردة وشرحنا يونت 5 and 6. انتظروا الفيديو القادم إن شاء الله حل اختبار يونت 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.